وكثير من علماء السوء في العالم يقودون الأمة إلى هاوية الشرك والضلال، ويدافعون عن القبور ويحاربون التوحيد وإلى آخره. وقد يخلط هذا بين السياسة المنحرفة وبين العقائد الضالة من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى ومن اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى. والله في بعض البلدان مفتين كبار يدعون إلى بناء المساجد على القبور، ولا يحرمون الاستغاثة، بل يحاربون من يحرم الاستغاثة والاستنجاد بالأولياء. فالأمة في غاية الذل والهوان، ولا ينقذها من الضلال والذل والهوان الذي نزل بها إلا أن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وتسير في العقيدة على منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، كلهم في التوحيد والشيء واحد، لا يختلفون، يختلفون في بعض التشريعات في الحلال والحرام وأشياء كل ذلك. فالقرآن مليء بالتوحيد، والسنة مليئة بالتوحيد. القرآن مليء بالتوحيد ومحاربة الشرك وكل مظاهره، والسنة مليئة بالتوحيد ومحاربة الشرك بكل مظاهره وأشكاله. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.